السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا يا جدعان صلوا على النبي قبل اي حاجة. الفيديو اللي هتشوفوه ده دلوقتي ده يا جدعان دي غاية واحد صاحبي هنا جنبي في اكتوبر. هيبيع الحمام بتاعها كله يا رجالة، هيبيع الحمام بتاعها كله، قصوص وديكورة نش حمام، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. كله يعتبر غزار. فيش غير كام فرد حمام بس اللي يعتبر شوامات وكده وكريزليات. فالمهم يا جدعان الراجل بيصفي بسم الله ما شاء الله حبة حمام حلوين وبسعر كويس. طبعا يا جدعان رقمه هينزل بس عايز اقول لكم حاجه بالله عليكم، الرقم اللي هينزل ده رقم الراجل مش رقم انا. وبالله عليكم محدش يقعد يكلمه ويقول له اديني رقم يوسف صبحي، عشان ناس كتير قوي لما بنزل مثلا فيديوهاتها اصحابي ولا كده على حاجات ببيعهم واحط رقمهم يقعدوا يكلموني. لغايه من كام يوم واحد صاحبي بيقول لي الناس زهقتني عايز رقم يوسف صبحي، وده طبعا حب يا جدعان وكل حاجه بس عشان خاطر ما نضايقش الناس. طبعا الراجل يا جدعان هيقول كلمتين في اول الفيديو، الكلمتين دول انا قلتهم كتير في فيديوهات كتير، بس ما حدش ياخدهم بمعنى ان هو بيحرم الغية والكلام ده كده كله، لا هو بيتكلم في نقطة انا اتكلمت فيها كتير قبل كده. فتعالوا نشوف الفيديو، ولو عجبكم حاجة اتصلوا بالراجل وتواصلوا معاه وشوفوا اللي انتوا عايزينه. يلا بينا. النش حرام. النهارده هصفي الحمام كله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. النهارده هصفي الحمام كله، وده علشان انا ربنا يشهد عليا ان انا تبت من النش ان شاء الله لحد ما اموت. مش هنش تاني علشان النش حرام. والله زي ما سمعتوا كده. طيب عشان اجيب لكم بالتفصيل، يعني النش كنش ان انت تطير حمام وكده في حد ذاته مش حرام، بس الافعال الكتيره اللي لا تخلي او يعني ما تخلاش من النش هي اللي حرام. زي ايه بقى؟ اول حاجه ان احنا بنتعمد ان احنا نضيع صلاه المغرب. كل يوم بتطلع تنش وتفضل قاعد وانت عارف ان انت هتسمع اذان المغرب ومش هتصلي علشان مش هينفع تنزل، عندك دوره، عندك معاك حمام عايز تنزله عايز تلفه. ولو كمان معاكش حمام عايز تلفه ممكن يكون ليك حمام بره هتستناه ولازم تدور له عشان يجي. احنا بنتعمد تاخير الصلاه. وطبعا دي زي ما انتم عارفين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني مش هقول لك ان انت في مشوار بره فانت كنت في مواصلات فعدى عليك فانت اخرت صلاه المغرب، لا، انت كل يوم بتتعمد ان انت تبقى طالع وهتسمع اذان المغرب وما تصليش، وتخلص لما تخلص خلاص تبقى ايه، اروح اصلي بقى قبل العشاء على طول، اروح اصلي اصلا بعد العشاء. فدي اول حاجه في النش. تاني حاجه الخصومه. احنا مسلمين، اخوات مسلمين مع بعض، فلو احنا بنعملها من جانب المنافسه ان احنا ننافس بعض، ان انا مثلا انش حمام وانت تنش حمام ولما يجي عندي الف واديهولك عليه بوسه واديهولك، لا، احنا بقينا نمسك الحمام نلف فرد الحمام واللي يذبحه واللي يذبح فرد الحمام واللي يخرطه ايه يا عم، ده كائن لطيف والله، كائن لطيف غلبان ملوش هو دعوه بالصراعات بتاعتنا دي اصلا. فالاصل ان احنا ما يبقاش في خصومه ما بيننا وما بين بعض، احنا اخوه في الدين، يعني اخوه. يعني حاجه غلط ان انت تمسك فرد حمام وما تدوش لصاحبه، ده حرام وهتقسم عليه وهتشيل ذنبه. طب هو بيشيل، ده هو بيروح عنده بيلف، هو يا عم يشيل، هو انت اديت للشيخ قصاده وجه لف فرد الحمام هو اللي يشيل، ماشي يشيل هو ذنبه. لكن هو بقى لو جه حمام عندك لا هتلفوه واحده بواحده، لا، ما هو اصلا حرام، الفعل نفسه حرام. الحاجه الثالثه ازعاج الجيران. احنا بنبقى قاعدين زي صفر طول الوقت تصوير. والصبح لما بتيجي تجري الحمام الصبح بدري بتحتاج تصفير اذيه للجيران. واصلا التصوير مكروه، ده تشبه بالمشركين. يعني كل حاجه في النش غلط، كل حاجه في النش ما فيهاش حاجه انا لاحظتها ان هي كل حاجه فعلا غلط، ما فيهاش حاجه عدله تخلي الواحد ان هو يكمل في النش. بتقلب النفوس على بعض وتزعل الاخوات من بعض. طب ليه؟ خلت ناس تسرق وخلت ناس تقتل بعض ايه يا جدعان؟ اذا كانت الغيه هتعمل فينا كده يبقى بالها منها، يبقى نقفلها خالص، نتقي الله في نفسنا ونتقي الله في اخواتنا وفي اهلنا وفي حياتنا. اللي عايز يمشي بقى مشي يا عم بقى، بس الحاجات دي كلها ما تعملهاش. ما تمسكش حمام وما ترجعوش لصاحبه، ما تصفطش وتزعج جيرانك اللي حواليك. الصلاه المفروضه عليك ما تاخرهاش عشان خاطر تنش حمام. الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. انا اسف ان انا طولت عليكم في الفيديو. الابواب دي كلها البيبان اللي في الدار ده كله كانت ديكورة النش، قصصتهم كده وعملت لهم نوت يبقى قصوص، ان شاء الله يطلعوا قصوص والزيادات، وهيبقى في مفاجاه اخيره كده. باب جديد محدش شافه قبل كده، ربنا رزقني بيه وعملت منه كذا قص.
وانا خلاص هخرج من الغيه دي خالص دلوقتي. هتشوفوا البيت ده تابعوا لاخر الفيديو. دمار اللهم بارك في كل المواصفات، من شخصيه، من تقليب، من تكوين جسماني، كل حاجه باذن الله. دلوقتي هخش اصور لكم على طول تصوير سريع كده الاسس كلها. في عندنا ان شاء الله كل حاجه تعجبك، اتفرج معانا ان شاء الله. هكتب السعر على كل قصر، والبيع ان شاء الله هيبقى من المكان. انا مكاني 6 اكتوبر الجيزه 6 اكتوبر الحي السادس، اول شارع الاسعاف. لو انت جاي من الجيزه، جاي من اي حته، هتركب اكتوبر سادس، انزلك اول شارع الاسعاف عندي. والبيع من المكان ليه؟ علشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش انا اشحن لك حاجه ممكن تكون بانت في الصوره وحشه او حلوه يعني، فممكن انت تروح واول ما تجيلك وتمسكها تلاقيها مش عاجباك، مش زي ما انت تخيلتها في الصوره او في الفيديو. فالبيع ما بيتمش الا لما تشوف الحاجه عينا، تاخدها كده، تمسكها، عجبتك تاخدها، مشيت خلاص البيع تمت. غير كده انا الصراحه ما بحبش ابيع حاجه ثانيه غير. فيلا بينا ان شاء الله اشوف حاجات تعجبكم، ويلا بينا. ادي قص استوليات سحب. النتايه دي بصوا، النتايه دي فيها تكه صغيره بس، النتايه دي فيها تكه صغيره بس بفضل الله، ولا مقصره في طيران ولا في فرخ ولا في نش ولا اي حاجه. القص دول برضو اللهم بارك، سحن من قلبك يحبهم، رعونه وحديد اللهم بارك. يعني قص سحن هو سود اللهم بارك. قص سحن تاني زي ما انتم شايفين اهو. قص سحن تاني. النتايه دي يعني لسه صغيره، يعني معظم الحمام فرخ السنه اللي فاتت، كل دول شبابات اول شغل، يعني لسه فاكين صمم واللي اللهم بارك يعني. ومش هتلاقي الا كام ذكر كده هم اللي سنهم كبير، 3 سنين، اكبر ذكر فيهم 3 سنين 4 سنين كده. ده 90% فعلا منهم شبابات. ودول اهو سحن زي ما انتم شايفين اهو. معانا 3 اسوس عبايسه. ادي اول قص. قص كركنديات اللهم بارك. ذكر اوله ذكر اوله وذكر على كيفك يعني اللهم بارك. في بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، في طول، في كل حاجه، كل بص اللهم بارك يعني مواصفات كويسه جدا، طول وشخصيه. ده جرار الغيه اللهم بارك. ده طب في الطب ده، او ده فرد الحمام رقم 1 في الغيه اللهم بارك. ذكر العبس ده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. قسم الدبابنه بقى، نخش على قسم الدبابنه. يا ابني ورينا نفسك كده يا ابني. اللهم بارك. النتايه دي بصوا فيها سناره صغيره. هنا يا بنت ايش؟ يا بصوا سناره صغيره. الدبابنه برضه. الرحمنيات. الذكر اللي واقف على الكاميرا عند النتايه. استراليات ده ايه؟ ابواب قديمه. الذكر ادي اهو قص. اللهم بارك. حمام تقليب كويس وطول دماغ اللهم بارك. اطوال كويسه جدا فيهم طول. البيت القديم بقى الاسترالي، البيت القديم يعني استرالي البيت القديم. اللهم بارك. ذكر عادة انت اهو. ورينا وشك كده، ورينا وشك يا ماما. قص صافي. قص صافي اهو. ده مجدول شغال اللهم بارك. كنت بحسن فيه في المستويات، يعني بديله استراليات وبيحسنوا المستوى، يطلعوا لي عادات. نتايه صافي برضه اللهم بارك اشتغلت 20. اوريكم العش، اوريكم ابنها دلوقتي. ابنهم اهو اللهم بارك، او بنتهم يعني طالعه بنت. دي بنتهم اهو اللهم بارك. دول ان شاء الله هنبقى نطلعهم على بعض باذن الله. عشاء هي اللهم بارك.
بسم الله. دول اللهم بارك سعادات محترمين جدا، بتاع عشقيه زي ما انتم شايفين. اوريكم الانتاج بتاعهم دلوقتي اهو. ده الانتاج بتاعهم. دول اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده، السعادات مستوى رفيع، ذكر طبعا. اوريكم برضو الانتاج بتاعهم ان شاء الله، بس اكون صريح او دقيق يعني. دي مش امها، النتايه البيضاء دي مش امها، اختها بقى يعني. ده الانتاج بتاعهم، بس كانت اخت النتايه دي. النتايه دي ربنا ما رزقنيش ان انا اطلع منها يعني بحصل كل حاجه وشغاله اللهم بارك، بس انا ما رزقنيش منها ان انا اخد ايه عش منها. بس هي اختي دي على طول توامها يعني. طالعين الانتاج زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عندنا راس الزق دول دول اللهم بارك يعني. بس على الغزيات اللون ده ازرق اللي انتم شايفينه اللهم بارك. باخد مستوى جدا، مستوى عالي، وتبقى بلوند ازرق وايت بار. اللهم بارك اللي انتم شايفينه. النتايه دي هما الاثنين لسه اصلا يا دوب لسه فاكين بقالهم يعني مخلصين ريش بقالهم 3 شهور كده 4 شهور. النتايه دي ما حسيتش معايا ولا مره. فانا ان شاء الله الاصل دول هيطلعوا بثمن الدكر. هيطلعوا بثمن الدكر. النتايه دي انت وحظك بقى، اشتغلت عليها وحصلت معاك ربنا يبارك لك. البيت ده كله باذن الله هيطلع مع بعض. البيت ده كله دي هي دي النتايه دي النهم كلهم. دي النتايه. وفين ابوهم؟ شرابي اللهم بارك. شوفوا التعليم بس كده. كريزليات اللي قلبك يحبها، عظم المقبل، كريزليات القديمه، الكريزليات القديمه. وادي معاهم 4 زغالين اللهم بارك. قص ذكر ونتابع قص اللي هو ابوهم منهم، و3 ذكورة و4 زغالين ان شاء الله كلهم مع بعض باذن الله. الزغلول ده بس شايفين الزغلول ده هو بس ده اللي فيه ايه؟ فيه ترحيله شويه عظم، ترحيله صغيره. اللهم بارك. دول كلهم على بعض هنا. نخش بقى على ايه الفرديات، يعني الذكوره الفرديه بقى. ده شاب لسه عليه السم باين حاجه زي كده. ده شاب برضه لسه مخلص ريش. شاب نفس الكلام لسه مخلص ريش برضه. ده ابوه اللهم بارك يعني اساس حديده هو وابنه. اللهم بارك. صابوني في تكه صغيره كده، انا مش مقصره طبعا على اي حاجه. مش عارف انت ممكن تلاحظوها ولا لا. ولا باين. ايوه بص ممكن اهو مموع اللي قلبك يحبه الباذنجاني. ذكر كبير ده على فكره 3 سنين و 4 سنين. عارفين ماشي. اهو يا عم الذكر اللي طار.
طب مرقع ابن السنة برضه. عندنا شقلباز، قطر شقلباز. عندنا عبلق شعبي، عبلق شعبي اهو. عندنا السندال بيصوت من اللي قلبك يحبه بقى، اللهم بارك يعني. اسد اسد يعني، غراب الغية. عندنا ده دكر انجليزي اهو احمر. عندنا دكر انجليزي اسود، اللهم بارك. احمر كشك من ابو 100 جنيه. اتربى على ايدي، اللهم بارك. تقليب، بص تقليب معارض، اللهم بارك. عنيف. عليهم 4، عليهم 5. دول شايفين كده سحب راديوات عادات. تعالي تعالي تعالي. دي أليفة جدا، أليفة. بصوا عسولة خالص، بتكون قوية يا جدعان. بصوا بصوا. أراكم دلوقتي بقى على المفاجأة اللي انتوا كنتوا مستنيينها. ده الجديد بمواصفات وتركيبة كويسة، اللهم بارك. ده رزق ربنا علينا، دي مش حاجة مني خالص. وهوريكم الطفرة دي أو الطوب ده جه ازاي. اتفرجوا معانا. اتفرجوا بس على حتة الأول. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. أنا مش عارف أسميه إيه، بسميه نقش، بسميه أحمر قطيفة. انتوا بقى عايزين تسموه. بسم الله بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا بصوا بصوا، اللهم بارك. طول حاجة طويلة، بص الريشة أهو. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. الحمامة دي اللهم بارك يعني شخصية فيها رعونة، فيها شخصيتها قوية جدا. حمام جزار يعني، حمام جزار تقيل، وتكوين جسماني كويس في الطيران وكل حاجة، اللهم بارك. اتفرجوا بقى على التشكيلة اللي عملتها يعني بإذن الله. اللهم بارك. اهو ديكورة ونيتي اهو. دول اللي انا صفيتهم، اللهم بارك. في بقى حاجات تانية، بصوا اطلع لكم طلع النتايه دي، طلع لهم، نزود شويه. زغلول اهو، زغلول نقش اهو، تمام. دول بقى مش هيطلعوا لوحدهم، هيطلعوا مع اخواتهم النتايه. او افرجكم انا على السورس ان شاء الله. افرجكم على السورس دلوقتي. النتايه والذكر بيطلع واحده نقش واحده سودا، واحده نقش واحده سودا. ساعات بيطلعوا توائم نقش. وبدلت الذكر على نتايه اصفر ورق، طلعي بقى ايه الاشكال المختلفه شويه دي، الالوان المختلفه. فبقى عندي تشكيله كبيره ان شاء الله. اللي هياخد البيت ده هياخده كله، بيه وباخواته. هفرجكم على اخواته اهو. بصوا اخواته بيطلع بقى واحده سودا واحده نقش، واحده سودا واحده نقش. معانا 3 اهو، 3 سود
ومعانا واحده زرقاء. الزرقاء دي من النتايه اصفر ورق، اي لون غريب غير الاسود والنقش دي نتايه تانية، ام تانية. المفصص ده مفصص قطيف اهو، زغلول طالع من اوعي يا بنتي ترس، زغلول طالع من مفصص قطيف اهو. ماشي. الذكر الاصفر ده زي ما بقول لكم ابن الاصفر، ابن الصفرة. ده الذكر الثاني. وراكم دلوقتي بقى على الذكر والنتايه اللي عملوا الكلام ده اهو. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ماشي، شايفين اهو كده اهو. اللهم بارك، طول علامة طويلة. ده الذكر ماشي. دي الملكة، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. دي الملكة بتاعتها، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. الحمد لله خلصنا كده. ولو في اي استفسار اي حاجه ان شاء الله هكتب رقم تليفوني، والبيع من المكان زي ما احنا اتفقنا. وادعوا لنا بالهدايه ان ربنا يتوب علينا وما نرجعش للموضوع ده تاني. بس وشكرا.